السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة حلوة قوي من وصفات صدور الفراخ. هنعمل حواوشي بصدور الفراخ. طبعا اللي دخل قناتي يعني والمشتركين معايا ويشوفوا الفيديوهات بتاعتي عارفين ان انا دايما بحب في مطبخي معظم وصفاتي، يعني بحاول ان انا اوفر وتبقى يعني اكلات حلوة موفرة ومشبعة. وان شاء الله تشوفوا الفيديو ويعجبكم. هنبدأ بسم الله. اول حاجة هنا انا معايا صدور الفراخ دي، طبعا كنت شايلاها حتة حتة كده في الفريزر وطلعتها، قلت بقى يعني النهارده نغير بقى الاكله وبيبقى حلو قوي. فهعمل الحواوشي بقى ازاي. اول حاجه هنا انا خدت صدور الفراخ مقطعاها مكعبات كده، خدتها على الكبه فرمتها كويس قوي. وبعد كده الخلطه بقى اللي انا هحطها للحواوشي، طبعا الفراخ هنا معايا يعني من كيلو الا ربع لزياده عن كيلو الا ربع، يعني مكملتش الكيلو. وطبعا حضرتك الكميه اللي انت عايزه تعمليها. هنا انا الكيلو الا ربع او اللي هو اللي انا عملته ده، كده حطيت بصلتين، يعني قطعت بصلتين كده متوسطين، ومعاهم كام فص توم، ومعايا فلفل الوان كمان. هفرم بقى ده كله على بعضه كده. طبعا لو ما عندكيش فلفل الوان مش مشكلة، ممكن تستخدمي الفلفل الرومي. احنا بنقول يعني بنحاول نوفر، وعلى قد ما بنقدر بنعمل الوصفة بتاعتنا، يعني ايه بتبقى بسيطة كده وعلى قد ايدك بالحاجة اللي موجودة. وبعد كده بقى نزلت طبعا بالخلطة بتاعتي دي بعد ما فرمتها فرم ناعم كويس قوي. نزلت بيها على الفراخ. يعني الحقيقة ان شاء الله يعني اتمنى تجربوا الوصفة دي وتعجبكم، وحاجة بسيطة وعلى قد ايدك يعني. وهنا هو كمان نزلت بمعلقتين من الجزر المبشور، ده بيخلي ليها طعم حلو قوي وبيكترها شوية. كمان هنا معايا التوابل بتاعتي، ملح وشوية فلفل اسمر وشوية بهارات فراخ، او لو معاكي برضو السبع بهارات عادي، او كزبرة وكمون كله يمشي يعني ان شاء الله ويبقى جميل جدا. وشوية شطة قليلين كده، دي اختياري. برضو لو عندك اطفال ممكن تستغني عن الشطة. ممكن لو عايزة برضو تعملي لهم، تشيلي حتة من الخلطة كده برضو وتعمليها ايه معاكي الخلطة بقى. ممكن يعني تضيفي شطة على حبة، والشوية اللي هتعملي بيهم للأولاد ما تضيفيش عليهم شطة. معايا بقى العجينة كده بعد ما دمجت كله كده مع بعضه، الفراخ على الخلطة اللي أنا عاملاها. جبت بقى عيش بلدي، دي طبعا أسهل حاجة. وبدأت اخد كده واحشي الأرغفة، يعني بسم الله ما شاء الله عمل لي كمية حلوة. يعني كيلو الا ربع، ممكن تجيبي نص كيلو تبع الأفراد، أفراد الأسرة يعني. وممكن كمان تشيلي في الفريزر لو عايز تعملي كتير كمان، وتشيلي كده الأرغفة دي كده في الفريزر جاهزة. فهنا هو جبت طاسة بقى وفيها شوية زيت، يعني مش بكتر في الزيت قوي. أي طاسة عندك ألمونيوم، تيفال، صينية، مش مشكلة يعني هتمشي إن شاء الله. وطبعا النار الأول بتبقى عالية لغاية الطاسة ما تسخن، وبعد كده بتبدأي تهدي النار عشان الرغيف ما يتحرقش من بره والفراخ من جوه ما تبقاش مستوية، فبنهدي النار. الحقيقة يعني انا بعمله على البوتاجاز على طول، يعني ممكن تعمليه في الفرن برضو، بس انا شايفة الطريقة دي حلوة قوي ما بينشفش مني. يعني هو من بره بيبقى مقرمش كده بسيط، ومن جوه بتبقى الفراخ طرية وبرضو مستوية وجميلة جدا. زي ما شوفنا كده بقى بتقلبي الرغيف من هنا لهنا لغاية ما ياخد الشكل ده معاكي والفراخ تستوي. شوفوا بقى يا جماعة، بسم الله ما شاء الله طالع جميل جدا. ده ابسط حاجة. يعني اتمنى الوصفة تجربوها وتعجبكم. والفراخ ما شاء الله مستوية من جوه. طبعا لو عايزة تحطي جبنة موتزاريلا، وانت يعني بعد ما تحشي الرغيف كده بالفراخ تحطي شوية جبنة موتزاريلا، تحطي زيتون اللي هو الحلقات دوت اللي هو الزيتون المخلي.
ده براحتك. انا يعني بقول لكم كده ابسط حاجه، لو عايزه تضيفي حاجه من عندك ده عادي. وعملت معاه كده شويه طحينه وشويه بقى بقدونس كده مقطع، وكان زي الفل. اتمنى يكون الوصفه عجبتكم، والقاكم بخير مع فيديو جديد.